السلام عليكم، نورتنا في مطبخ معز، يا رب تكونوا بخير. يوم كان مبارك بالصلاة على رسول الله، والحاجة نبدأها بذكر الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وصفتنا اليوم العصبان الليبي. أول حاجة جبت الخضرة بتاعتي، خضرة محشي عادية جدا. وتجيب الطماطم وتحولي القشرة بتاعتها وتقطعي على يدك، وتجيب بصلتين 3 بصلات تفرمين في الكبة خاطر تجيكي ناعمة. وتجيبي حلويات الخروف، منها الكبدة والفشة واللحم، تقطعيه صغير صغير على قد ما تقدري. وثلاث معالق صلصة، مهم باش تجيكي حمرة، تمام. ومعلقة كركم، على نص معلقة بابريكا، اللي في الجانب هذه بابريكا. وهذه بهارات ليبية، معلقتين صغار كويسات لا بأس بهم. ورشة ملح. طبعا أنا في البصل حطيت قرنين فلفل. طبعا الزيت حطي كل ما تكتري زيت كل ما يفضل، لأن انتي بروحك تحسي ان فيها لمعة. كمية على حسب الحشوة بتاعتك. وتفركي في يدك شوية نعناع، حطي النعناع يعطي طعم مش عادي. طبعا الرز كل ما تقللي منه كل ما يفضل أحسن. نص كوباية رز أو كوباية براحتك. بس العصبان الليبي كل ما تكتري رز وتكون الخلوط أكتر يفضل. كتري خضرة واللحم وتلفيه في بعضها كويس، وتذوقي الملح بتاعها، وتشوفي لو يبي زيادة زيت. مازال أبيض يبي شوية صلصة، بس لما تفركيه كويس في بعضها. طلعي اللحم. صحيت متأخر وبعدين صورتكم وأنا مقطعة في اللحم وهكي. طبعا كان عندي نص كيلو فلفل حشيته. الفلفل ما تعبي اللي هو النص عشان ما يطلعش لي فوق. في طابة مش عادية. نجول للعصبان. كيف ما تشوفوا طريقة الحشو، كل ما يتملى تدوسي عليه وتنزلي لتحت عشان ما يجيكيش في مكان واحد وما عادش تعرفي كيف تنزلي. لو عندك ازاز تقدر تحطي الوز بتاعها في طرف المصارين وتحشي براحتك. طريقة الحشو على راحتك انتي. او شوية زيت عشان تفتح لك المصارين وتقدري تحشي. يتزحلق يقعد، الخلطة تتزحلق اسهل لك. وما تكتري عشان ما يطلعش منه على النار وينفجر منك. وتسيب شوية من الجنبين. كيف ما شفتوا، سيبت شوية من الجنب الأول. لازم من الطريق الحركة هذه علشان كله يمشي.
وقبل ما تحطيه على النار تجيبي خلة أسنان وتقعدي تبطي فيه الخاطر ما يتفجرش منك على النار. وطبعا قبل ما تقعدي وتحشي تكوني مسخنة المية. تنسوا تدرولي لايك وكومنت لو وصلتوا لعند هنا. اذكروا لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهنا كانت كملتهم كلهم خلاص، وجبت خلة أسنان. طبعا وريفيكم ان المية الساخنة تغلي غلي. طبعا خلة الأسنان وتقعدي تبطي 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 على خاطر ما يتفجرش منك ويطلع من الرز. انت هيك حميتي. شوفوا، هنرجع نجيب الكاميرا عليه وتشوفوا انه متفجرش ولا حاجة. هذه طريقة صحيحة، بطة خفيفة. شفت؟ طبعا هنا ماما كانت دايرة روعة، فقلت خلينا نصور لك. وأنا أصلا كان لو كان استوى خلاص. وهنا العصبان بعد ما استوى طلعته نحطه في الكوشة. وهنا الفلفل بعد ما استوى قلت نصوره لكم. طبعا هنا كنا دايرين قلاي، طبعا فيديو القلاي بعد الفيديو هذا على طول. هنا بعد ما طلع من الكوشة حطيته لون تحميرة. طعمه مش عادي يا بنات. وإن شاء الله الفيديو يكون نال عجبكم، ولو وصلتوا لعندنا ادرولي لايك وكومنت ونسيبكم في حفظ الله. مع السلامة.